انا ليه ببدا دايت بس ما بعرفش اكمل؟ في بدايه كل سنه بوعد نفسي ان انا هعمل دايت وهاكل اكل صحي وامشي عليه يوم ولا اتنين وبعدها ما بقدرش ان انا اكمل. طب هي المشكله فيا ولا في قوه الاراده؟ اخد حقن تخسيس ولا اعمل ايه؟ انا عاوز حل. ويلكم تو توكس وذ اسراء. انا عملت الماتشا بتاعتي وانتوا كمان اعملوا حاجه سخنه ويلا نتكلم شويه. ايه رايكم في السيت اب الجديد؟ عايزاكم كده تشجعوني وتكتبوا لي في الكومنتس، اعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير وكل الحاجات بتاعت اليوتيوب دي. انا ليه مش عارف ان انا اعمل دايت؟ اول حاجه بتيجي في دماغنا لما بنفكر في كلمه دايت هي قوة الإرادة، وده أول سبب أنت ليه مش عارف تكمل في الدايت، لأن أنت بتعتمد على قوة الإرادة، وقوة الإرادة بتخلص. لو أنت قدرت تستحمل يوم ولا يومين إن أنت تبعد عن الأكل اللي أنت بتحبه، هتيجي عند وقت معين وهتنهار ومش هتعرف تكمل. وطبعا معروفة أول ما بنقرر إن احنا نعمل دايت تلاقي مامتك داخلة عليك بصينية المكرونة بشاميل، وأنت يا عيني عليك مش قادر تقاوم وتقعد تاكل خس زي أكل الأرانب بالظبط. الإرادة حلوة مفيش كلام، بس هتكمل معاك لحد امتى؟ يوم، يومين، اسبوع، وهتيجي بعد كده في اخر الاسبوع وتنهار على كل الاكل اللي انت حرمت نفسك منه. بس بدل بقى ما تاكل منه كميه مناسبه لجسمك هتنهار عليه وتاكل الاخضر واليابس. تاني سبب ان عندك عقليه الاول والنصين. انا يا اما باكل اكل صحي ومظبوط تمام جدا، يا اما ببوظ كل حاجه خالص. لو حصل مثلا ان انا اكلت لي حته شوكولاته، الالارمز كده تشتغل في مخي تقعد تقول لي يا لهوي انا بوظت اليوم، خلاص انا هاخد النهارده فري وهبدا من بكره. كم مره عملتي الحركه دي؟ ما تتكسفيش وقولي لي في الكومنتات. فالمشكله ان انت مقسم الاكل لحاجات مسموحه وحاجات تانية انت بتحبها، عامل عليها ليبل كده ان الحاجات دي ممنوعه، انا ما ينفعش اكلها لان انا عامل دايت. وافضل ماشي طول الوقت عمال بقاوم رغبه جوايا ان انا نفسي اكل من الحاجات دي، بس انا محروم منها عشان انا بعمل دايت. والفكره ان انت كده بتدي باور للاكل مش المفروض اصلا تكون عنده. المفروض ان احنا نكون بنعرف ناكل من كل الاكل باعتدال. بوقف لما جسمي يحس بالاكتفاء من كل الاكل. جسمك عنده الحكمه ان هو يقدر يقول ان خلاص انا اكتفيت من الاكل ده. الدايت بيزود احتماليه ان انت تزيد في الوزن وتبقى مريض سمنه في المستقبل، خصوصا لو انت بتعمل دايت كتير او عايش حياتك كلها بتعمل دايت. يعني في الريسيرش بيبر دي لقوا ان الناس اللي بتعمل دايت كتير كل شويه عرضه للسمنه 3 مرات اكتر من الناس اللي عمرها ما عملت دايت. احنا بنتكلم هنا على سمنه مش مجرد زياده في الوزن. ثالث سبب هي لعبه مخنا بيلعبها علينا اسمها ديلي ديسكاونتنج. المصطلح ده معناه ان انا مخي بيفضل المكافاه او الريورد اللحظي على ان هو يستنى وياخد مكافاه اكبر في المستقبل. يعني انا مخي مثلا هيقول لي ايه؟ انا هاكل حته الكيكه دي عشان هي تديني احساس بالسعاده اللحظيه، على اني لسه هستنى 3 شهور علشان اشوف نتيجه الدايت. عامله كده زي ان حد يجي يقول لك ايه؟ تاخد 10 يورو دلوقتي ولا تستنى اسبوع كمان وتاخدهم 11 يورو؟ فمخك يقول لك ايه؟ لا طبعا انا هاخد ال 10 يورو دلوقتي، لسه هستنى اسبوع بحاله علشان بس ازيد 1 يورو، فانا مش هستنى اسبوع عشان اخس لي كيلو. لا، انا هاكل دلوقتي حته الكيكه واخد السعاده اللحظيه منها، لان اصلا كمان يعمل ايه كيلو في ال 30 كيلو اللي انا عايزه اخسهم. فاكس يا ابني اديني حته الكيكه دلوقتي. حل كل الكلام ده بقى هو المايندفول ايتنج، وده التكنيك اللي انا خسيت عليه اخر واصعب 15 كيلو. وده برده نفس التكنيك اللي انا بستخدمه مع الكلاينتس بتوعي علشان يصلحوا علاقتهم بالاكل ونحل مشاكل الشراهه والاكل العاطفي ويخسوا بدون دايت او حرمان. وبالمناسبه عشان في ناس بتسال ازاي يتواصلوا معايا عشان يتابعوا معايا، هحط لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعي في الديسكربشن بتاع الفيديو، وبرده هحطه لكم دلوقتي على الشاشه. فالمايندفول ايتنج او الاكل بوعي هو ان انا بكون حاضر في اللحظه، باكل لما اكون جعان جسديا او جسمي حاسس بالجوع، وبوقف لما جسمي يحس بالاكتفاء. فاول حاجه انا مش بعتمد على قوه الاراده، انا بعتمد على البرين ساينس، ان انا بخلق مسارات عصبيه جديده بتفصل ما بين الاكل والمشاعر. انا ما باكلش مشاعري، انا بعبر عن مشاعري وافرغها بطريقه صح بعيدا عن الاكل. وباكل لما بكون جعان جوع حقيقي، وبكون متواصل مع جسمي واقدر ان انا اوقف لما جسمي يحس بالاكتفاء مش بالامتلاء الغير مريح. لما ببدا ان انا اطبق الكلام ده الجسم بيبدا تلقائيا يتخلص من الدهون الزياده اللي هو مش محتاجها. والبحث العلمي بيدعم الكلام ده. في الدراسه دي طبقوا المايندفول ايتنج على ناس عندهم سمنه واضطراب نهم طعام، لقوا ان هو قلل البي ام اي عندهم اللي هو مؤشر كتله الجسم، ده معناه ان هو قلل الوزن عندهم، كمان قلل محيط الوسط عندهم، وكمان قلل نوبات الشراهه. تاني حاجه احنا مش بنصنف الاكل على ان هو اكل ينفع في الدايت او اكل تاني ما ينفعش في الدايت. انا اقدر اكل من كل الاكل بتوازن بطريقه تكون مريحه لجسمي، لان هي دي الاولويه بتاعتي، ان انا بحب جسمي وعايزه يكون مرتاح مش عاوزه اذيه. انا بكون في حاله تواصل مع جسمي، لو كلت اكله وتعبت بعدها بيكون سهل ان انا في المستقبل اختار اني ما اكلهاش. لكن لو انا مش متواصل مع جسمي سهل جدا ان انا اكرر السلوك ده تاني، لان انا شغال في الاوتو بايلوت
وباكل وانا مش واعي. تالت حاجه، انا ما عنديش مشكله مع الديلي ديسكاونتنج، لان انا بدي اولويه اني اكون مرتاح في اللحظه اللي انا فيها. انا بقارن نفسي في اللحظه اللي انا فيها ببعد ما اعمل السلوك، اللي هو في الحاله بتاعتنا ان اكل قطعه الكيكه اللي هتديني متعه لحظيه وانا اصلا مش جعان. فهي هتديني متعه لحظيه، لكن كمان هتديني احساس بعدم الراحه في جسمي، لان هي هتخليني حاسس بامتلاء غير مريح، لان انا اصلا باكلها وانا مش جعان، وهيجي بعدها جلد الذات اللي هيدخلني في الحلقه المفرغه اللي انا مش بعرف اخرج منها. فعلشان انا باكل بوعي، بقدر ان انا اوقف نفسي قبل ما اعمل الحاجه دي واسال نفسي هي تاثيرها عليا هيكون ايه جسديا ونفسيا، وهل هي فعلا ريوردنج ولا الضرر منها هيكون اكبر من النفع. اتمنى ان يكون الفيديو وضح لكم الفرق ما بين الدايت والمايندفول ايتنج، ولو انتوا برضو لسه عندكم اسئله اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليها في الفيديوهات الجايه. stay mindful واشوفكم الفيديو الجاي.